السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي المغاربة، حياكم الله أينما كنتم داخل الوطن، من طنجة إلى القويرة بالمملكة المغربية الشريفة، وخارج الوطن. إخواني أخواتي الجالية المغربية، أبناء المغرب اللي راكم في الغربة، اللي راكم في أوروبا، في أمريكا، في العالم، تحياتي لكم من أخوكم الجندي المغربي الحربي والأسير حرب بتندوف والجزائر. حياكم الله إخواني أخواتي المغاربة. الحمد لله. اليوم كما شاهدتم وكما شاهدنا جميعا، اتفاق دخول إطلاق النار في غزة. الحمد لله تم حيز التنفيذ ديالو اليوم. الحمد لله تم وقف إطلاق النار في هذا النهار ديال 9 أكتوبر 2025. وكما رأيتم شفنا الفرحة العارمة ديال الفلسطينيين في غزة وفي أريحة وفي جميع بقاع الأرض. وهذا حاجة زوينة إيجابية، لأن هذه الحرب هذه اللي استمرت في غزة أكثر من سنتين، وكانت الحصيد ديالها اللي نقدر نقول لكم أكثر من 67 ألف شهيد. وكما كنقولوا حنايا العسكريين أو بالأخص الحربيين كنقولوا دائما: نعل الله الحرب ومن شعل فتيلها. اللي شعل الفتيله ديال الحرب راه كل شيء العالم مطلع على هذا الملف هذا. لان الحرب هي دائما حنا كنعرفوا الحرب اشنو كتجيب، وكنعرفوا شنو كيوقع وراء الحرب اللي كتكون، وبالخاص بهاد الابرياء، لان ابرياء يعني ناس مساكن، ابرياء مدنيين. هذا العاطفه ديالنا دائما احنا سي نورمال. طبعا تيبقى فيك واحد خوك مسلم عربي، هذه ما كاينش شي واحد اللي غادي ينزعها لنا من القلوب ديالنا. ولكن دائما كنقولوا: نعل الله الحرب ومن شعل فتيلها. دونك هنايا الحمد لله انتهت اليوم هذه الحرب، هذه انتهت وتم وقف اطلاق النار. واللي بغيت نقول لخوتي المغاربه والعالم كامل كيعرف ان امير المؤمنين صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، ملكنا المحبوب، العالم كيعرف على انه ما عمره تخلى على الفلسطينيين، وبصفته كرئيس لجنه القدس. وفي ايام الايام اللي كانت الايام الضيقه، ايام اللي كانت الحز فيها، ما عمر سيدنا وما عمر المملكه المغربيه تخلت على الفلسطينيين بالمؤونه وبالمواد الغذائيه. وفي وقت الازمه ديال بصح اللي العالم كان كيشاهد، ما كاين شي واحد اللي كان كيقدر يدخل المؤونه او يدخل المواد الغذائيه الى الفلسطينيين من غير المملكه المغربيه بالقياده ديال سيدنا الملك محمد السادس نصره الله امير المؤمنين، اللي كان دائما كيوقف بجانب هاد الفلسطينيين اللي هما عزل، بغض النظر لانه كانوا وكاينين بزاف ديال هادوك اصحاب الشعارات اللي كانوا كيركبوا على هاد الموجه ديال فلسطين، اصحاب الشعارات، الخونه، المسترزقين، اللي كانوا كيبانوا بالشعارات ديالهم وما لا شيء، ودوك المواليين لايران، مواليين لحزب الله. وهذا هو الشيء اللي تسبب في هذه الكارثه اللي وقعت في غزه وفي اريحه. اللي بغيت نقول لخوتي، انا كنخاطب خوتي المغاربه، الحمد لله اللي اليوم تم وقف هذا اطلاق النار. واتمنى من كل قلبي يتم اطلاق سراح الاسرى، لانني انا كنعرف بصفتي كجندي حربي وشاركت في الحرب عده سنين، واسير حرب كذلك. نعرف الازمه اللي كتفوت على الاسير والحاله النفسيه اللي كتكون عند الاسير.
هنا انا كنتمنى من كل قلبي باش يتم اطلاق سراح الاسرى، وان شاء الله تعافى فلسطين. ولكن غير ما تنساوش خوتي وخواتاتي المغاربه اينما كنتم، لانه كما رايتم شفنا كاين فلسطينيين اللي هما اصدقاء ديال المرتزقه ديال البوليزاريو، اصدقاء ديال الاعداء الوحده الترابيه، اللي ما كيبغيوش المغرب، اللي ما كيبغيوش المغاربه، اللي كيضربوا في المغاربه. راكو شاهدتوهم بزاف في الفيديوهات، وانا كنت اسير حرب في تندوف، وكنت كنشوف بعض المسؤولين وبعض الخونه ديال الفلسطينيين اللي كانوا كيجيو الى تندوف والى الجزائر وتيضربوا في الشعب المغربي، وتيضربوا فينا اللي حنا كنا اسرى في تندوف. وباش خوتي يعرفوا، لانه حنايا في الحرب في توقيف النار ديال 91 راه غير ما بغيناش نزطموا على المخيمات ديال تندوف، مخيمات العار، مخيمات الدل، اللي كانوا فيها المرتزقه فيها كيتجمعوا في هذيك المخيمات اللي كانت الجزائر اللي عطيهم المأوى في تندوف. وحنا كان عندنا حق الرد، لانه ملي كيطاكيك واحد العدو كيطاكيونا وكيخرجوا من تندوف وكيرجعوا الى تندوف، هنا كان عندنا حق الرد باش هذوك المرتزقه نتبعوهم الى عقر دارهم. ولكن الحمد لله اكتشفت اللعبه ديال الجزائر، لانها هي اللي عاطيه المأوى لهذه المجموعه ديال الارهابيين، لهذه العصابات ديال المرتزقه اللي جا معاهم في تندوف. لانه بزاف ديال الاخوان ولا الاخوات اللي كانوا طرحوا عليا اسئله، بغاو يعرفوا غير منين جاوا هاد المرتزقه وشكون هما وكيفاش حتى تكونوا في تندوف. نقول لخوتي نشرح لكم مزيان، لانني انا دوزت تقريبا 20 عام وعرفت دوزت 20 عام في تندوف في وسط هاد المرتزقه، عشت في وسط منهم وعرفتهم واحد بواحد، وعرفتهم كاملين. لان باش تدوز واحد السن، باش تدوز 20 سنه في واحد البقعه ديال الارض، طبعا راك غادي تكتشف الخبايا ديال هذه المنطقه هذه. دونك هاد المرتزقه هادو فين ما كان شي سلقوط، وفين ما كان شي موسخ، وفين ما كان شي كلوشار، وفين ما كان شي قتال في شي دوله في افريقيا ولا في امريكا اللاتينيه، الا وجد جمع في تندوف، واكل شارب. المخيمات راهم تما فيهم النساء، ولكن المهام ديالو وهو يطاكي الجيش المغربي. وهنا فاش كيتجمعوا هاد المرتزقه كيتجمعوا بحال شكل ديال مجموعات، بحال شكل لي بطايون، وتيكون الدعم ديالهم بطبيعه الحال من طرف الجيش الجزائري، وهو اللي كيكون مدعمهم في لي زاتاك في وسط الصحراء المغربيه. دونك حنايا فاش كان غادي يتم توقيف النار كما تم اليوم في مصر، هنا كانت هجومات خاطفه ديالنا حنا كجيش مغربي، وكانت هذه الهجومات في بير الحلو في تيفاريتي، وكانوا تما مرتزقه مجموعين، لخاطر هما اللي كانوا دايرين، هما كانوا دايرين واحد الخطه، وكانوا عرفوا بان غادي يتم توقيف النار بواحد ال 15 اليوم. وكانوا وجدوا هما جاو قربوا الى المنطقه ديال تيفاريتي وبير الحلو بجميع انواع الاسلحه ديال روسيا ديال الجزائر، وكانوا غادي يقوموا بهجومات علينا حنا كجيش مغربي. ولكن حنا كما نقولوا تغدينا بهم قبل ما يتعشاو بينا هما. هنا كانت لي زاتاك ديالنا حنا، دخلنا لهذيك تيفاريتي وهذيك بير الحلو. هنا تشدوا اسرى ديال المرتزقه، اللي مات تما مات، اللي تشد اسير تشد. سمحوا كانوا تما بنايات، كانوا واحد البنايات كانوا كيبنيوهم هاد المرتزقه في بير الحلو في تيفاريتي. هاد البنايات عباره على كانوا كيوجدوا باش يكون تمايا مخيمات ديالهم، يعني كانوا غادي يهزوا واحد المخيمات من تندوف ويحطوها تما في هذه المنطقه اللي هي المنطقه العازله
اللي كما نقولوا كانوا بغاو يديروا تمايا مخيمات، ويجيبوا تما المرتزقه، يجيبوا دوك التركه، دوك الدراري الصغار والنساء، باش لا المغرب قتلهم ولا هذا. هنا يشكي ويقولوا بانه تيضرب غير المدنيين، غير المدنيين العزال، غير الاطفال، غير النساء. ولكن بالنسبه لنا حنا كجيش مغربي ونعرفوا كيفاش التدخلات ديالنا ضد هذه المرتزقه. هنا بناو مستشفى عباره على ما يسمى بمستشفى، واحد المستشفى كبير بناوه الاسرى الحرب اللي كانوا المعذبون، اللي كانوا وانا واحد منهم في تندوف. بناو واحد المستشفى تقريبا على واحد المسافه ديال قطار ونص، ديال 1200 متر مربع، وبناو شكل ديال مدرسه كذلك، لان هذا الشيء كامل غير على ظهر الاسرى، اسرى الحرب. احنا اللي كنحفروا الارض، احنا اللي كنعجنوا ذاك الغيص، احنا اللي كنديروا ديك الطوبيه، وحنا اللي كنبنيو هذاك المستشفى وهذيك شكل المدرسه. وحتى في الوقت اللي غادي يجيبوا ذاك المخيم باش يحطوه تمايا، هنا تم هجومات خاطفه ديالنا حنا كجيش مغربي. وهنايا غادي المرتزقه داكشي اللي غادي يبقى فيهم حي غادي يقوم بعمليه فرار الى مخيمات تندوف، اللي مات في ديك العمليه اخر عمليه قبل توقيف النار باسبوع. تشدوا في بزاف ديال الاسرى فيهم، كي دايرين الاوساخ وكي داير الميكروبات الجراثيم، يعني وتريبوا هذيك المستشفى، تريب على اخره، هذاك المدرسه تريبت على اخرها. وداك الشيء اللي بقى ديال هاد المرتزقه، هاد الجردان هادو فروا بسيارات ودخلوا الى تندوف. هنا المغرب دائما كيحترم المدنيين ولو من العدو، كيحترموا المدنيين، كيحترم الاطفال، كيحترم النساء، كيحترم كل. يعني هنا وضعنا الحد الى هذه المرتزقه، وجات من مور هذه الهجومات الخاطفه 3 ايام وتم حيز توقيف النار. هنا وقف النار كان اتفاق ما بين المغرب وهيئه الامم المتحده مع الامين العام، باش ما يمشيش شي واحد غلط يقول انه اتفاق، تم اتفاق مع المرتزقه. المرتزقه لا شيء. كان الاتفاق مع المملكه المغربيه وهيئه الامم المتحده تحت رقابه الامين العام للامم المتحده ولجنه الجيش المينيرسو اللي كاين حاليا في مدينه العيون. باش نقول لخوتي على هذه الحرب هذه اللي وقعت في غزه، هذه مده ديال عامين استشهد فيها اللي استشهد، لا خاطر هادو غير مدنيين غير عزال. يعني كيبقى فيك الحال. انا كنعرف التاثيرات ديال الحرب، كنعرف الماساه اللي كتكون بصفتي احتناء مبليسي بالرصاص ديال الاعداء ديال المرتزقه وديال الاعداء ديال الوحده الترابيه، والتجربه ديالي ديال الاسر كذلك، ديال السنين الطويله ديال الاسر. كنعرف ذاك المدى ديال التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي اللي كيكون، يعني وبالخصوص هذه العائلات ديالك. يعني على كل حال الحمد لله اللي اليوم تم هذا توقيف النار. نتمنى ان شاء الله يتم اطلاق سراح الاسرى اللي كاينين لا عند الفلسطينيين ولا اللي عند الاسرائيليين، وان شاء الله نتمنى وان شاء الله تكون حلول باتفاقيات، والدول كامل كيحاولوا ما امكن باش يوصلوا لواحد الحل اللي يرضي الجميع وتكون اتفاقيه ان شاء الله. ولكن ما تنساوش بانه اخواني اخواتي المغاربه، ما نساوش بانه دوك الخونه ودوك المرتزقه اللي كانوا دائما وما زالين بالشعارات ديالهم وكيركبوا على الموجه ديال فلسطين. المغرب كيوقف بالعمل. المغرب تيوقف بالعمل، تيوقف العمل الجدي، ماشي بالشعارات وماشي بالنفاق وماشي بالكذوب. ولهذا الحمد لله اللي اليوم انتهت هذه الحرب هذه اللي المدى ديالها مشات ل2 وماتوا فيها ناس، ماتوا فيها. على كل حال نعرفوا بالله كل العرب وكل المسلمين قلوبهم مع الشعب الفلسطيني، ولكن غير ما ننساوش
على انه كاينين واحد الخونه وكاينين واحد المرتزقه اللي دائما اللي عندهم ايادي مع الايرانيين، مع حزب الله، مع اللي كانوا دائما كيحاولوا ما امكن يشوشوا على المملكه المغربيه الشريفه وعلى الشعب المغربي. ولكن الحمد لله يعني نقولوا الحق يعلى ولا يعلى عليه. تحياتي لكم اخواني اخواتي المغاربه. هذا الفيديو درته لكم وعطيتكم هاد النبذه غير على هاد الحرب هذه اللي وقعت لي، انني حتى انا كنت اسير حرب، حتى انا ضربت سنين ديال الحرب، حتى انا تكرفست، يعني تعذبت، وكنعرف العذاب النفسي والعذاب الجسدي اللي كيكون في الاسر عند العدو ديالك. تحياتي لكم، وفقكم الله لما فيه خير اخواني اخواتي المغاربه. اللي مريض الله يشافيه، الناس اللي في الغربه ربي يعاونكم، ربي يكون معكم ان شاء الله. الله يطول عمركم والله يرزقكم الصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. والناس اللي خوتي وخواتاتي اللي في المغرب، تحيه كبيره لكم. وما ننساش كل الاحترام والتقدير والاجلال الى جميع افراد القوات المسلحه الملكيه، من ضباط سامون وضباط الصف وجنود، ومن الدرك الملكي، ومن القوات المساعده، ومن المديريه العامه للامن الوطني، حتى هاد الرجال اللي كيحميوا البلاد ديالنا وكيحميوا الوطن ديالنا من الوقايه المدنيه، من يعني كاع النساء والرجال اللي صاهرين على البلاد. ربي يرزقهم الصحه والسلامه ان شاء الله. وهذا هو الوطن ديالنا، دائما تحت شعار الله، الوطن، الملك. الله يطول في عمر سيدي. وشكرا الى جميع اخواني اخواتي المغاربه على جميع الرسائل ديالكم اللي كيوصلوني في هذه القناه ديالي المتواضعه ديال اليوتيوب. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.